زي ما مشاكل الدفاع ممكن تخسرك ماتشات، فالعقم الهجومي ممكن يخسرك نقط برضه. اهلا بيكم في حلقه جديده من صباح الصياح. النهارده جايين نصيح على ارسنال وعلى برشلونه. ازيك يا تيكو؟ ازيك يا حوده؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام. بتعمل ايه؟ كله تمام الحمد لله. نبتدي بارسنال والدوري الانجليزي. يلا بينا. يلا بينا. ماشي. ارسنال تعادل و ارسنال كسب نقطه. صح مظبوط. ارسنال كسب نقطه طبعا. ومش عارف انت قبل الماتش كنا بنسال جماهير ارسنال، هو مش عارف هم داخلين عارفين هم هيخسروا نقط في الماتش ده، وتقريبا كل جماهير ارسنال عارفه الموضوع ده، مش عارف ايه الا ارتيتا. يعني الماتش مشي زي اي حد بيروح بيلاعب برينتفورد هناك، ده اللي حصل بالظبط. عقم هجومي، تحولات، كرات ثابته، اوتات، كل حاجه كتاب برينتفورد كان موجود في الماتش ده، ولكن ارسنال برضو ما عرفش يطلع بالمكسب، والفرق باربع نقط. وبرضو السيتي قرب تاني نفس الموال، ارسنال مش عارف يحسم الدوري. فجمهور ارسنال انا شايف ان هو ليه حق ان هو يصيح. انا عندي مشكله يعني هنتكلم على جمهور ارسنال. عندي مشكله مع جمهور ارسنال ان هو يكسب ارتيتا ده باشا، احسن مدرب في العالم. يعني يخسر او يتعادل ده عقيم وما بس فيش. جمهور الكوره عامه وما فيش، ما هو صح، بس يعني هم نافخين قوي فيه اه وبيموتوا قوي فيه برضو. يعني مش قادر افهم هو عاجبك ولا مش عاجبك. يعني صح. انت عايز ارتيتا يكمل؟ لا مش عايزه يكمل. لو عادل مش عايزه يكمل، لو كسب يبقى زي الفل. فمش عارف. يعني على فكره هي حاجه تلخبط فعلا، لان ارسنال فريق سوليد جدا جدا، ما بيجيش فيه جون بسهوله، فبيعرف يكسب. في نفس الوقت هو لما بيبقى خسران ومحتاج يتعادل، هو فريق ضعيف شويه في الاوبن بلاي، فتعب مستني الكره الثابته، فالموضوع من لخبطه. انا شفت احصائيه كده ودي كانت حاجه غريبه جدا بالنسبه لي. ارسنال السنه دي، او يعني ارسنال في ماتش برينتفورد الاول شاط شوطين على الجون. عارف الموضوع ده اتكرر كام مره؟ 5 ماتشات. 5 ماتشات ارسنال بيشوط شوطين على الجون اون تارجت. فدي مش عارف اللي هو ايه، there is an elephant in the room، بس برضه احنا مش شايفينه. هو في مشكله في ارسنال، وفي مشكله في الماتشات اللي زي دي بالذات. الماتش كان سهل جدا يخلص 0-0، زي ما كان سهل جدا ان هو يخلص 1-1 وتعادل وبكره ثابته باوت، زي ما كنا بنتكلم على العجز. هو برضه خلق، يعني مش عارف هي كارما ولا حاجه زي كده، اللي هو احنا برضه هنخسر، هيتعادلوا باوت. يعني انا ده اللي عاجبني في اللي حصل. فكره ان ارسنال كان ممكن يكسب الماتش، يعني كره مارتينيلي اللي في الاخر كان ممكن تخش وارسنال يطلع كسبان، بس هو الماتش ده كانش ارسنال ينفع يطلع بالثلاثه بونت. انا من وجهه نظري ان هو ما ينفعش يطلع بالثلاثه بونت في ماتش زي ده، لان هو ما عملش حاجه كارتيتا مثلا، ما عملش حاجه. صح. هو عمل الطبيعي اللي هو انا هحاول ان انا ما يجيش فيا جون، واحاول ان انا اخطف بكورنر باي حاجه. في الاخر مدويكي جاب جون، مدويكي جاب الجون وساكا على الخط خلاص هينزل. يعني لو بس الرفعه بتاعت هينكابي دي مثلا كانت ما جاتش والكوره طلعت بره، مدويكي اصلا كان هيخرج من الملعب. اللي هو النقطه دي مهمه جدا، اللي هو طب ما انت هتعمل التغيير، طب ما انت تعمله. هو يعني انا شايف ان هو يعني ما حبش يكسف مدويكي بقى. انت جبت لي جون، طب خلاص هسيبك 10 دقايق يا سيدي، نزل ساكا بعد دقيقه بالظبط لبس التعادل. يعني هي دي لو انا صح، هو دي المشكله ان هو هينزل ساكا، فانا كده لبست التعادل. فكرة ان الجون اللي جه فيه كمان من اوت، اللي هو برينتفورد فريق يعني قريب قوي من ارقام ستوك سيتي اذا ما كانش عداها. وعلى فكره الكلام ده مش السنه دي، في احصائيه لبرينتفورد ان هم اخر 3 او 4 سنين من ساعه ما كيث اندرس اللي هو ماسكهم دلوقتي كنت قلت الموضوع ده، كان مدرب ضربات ثابته مع توماس فرانك لما كان ماسكهم قبل كده. الفرقه في الثرو انز اصلا فريق خطير جدا من زمان. ده من زمان، من قبل كده، من ايام توماس فرانك يعني. وجالهم بقى العنتيل كايودي اللي هو ايده ده ايه ده، قريبه قوي من ايد ديلاب، صاروخ. ايوه ده ايه ده، صاروخ حاطط رجل في ايده وكونسيستنت قوي فيها. هم في الاول كانوا بيلعبوها كتير في الزحمه، كانوا بيعملوا زحمه عند رايه بتلعب كتير في الحته دي على امل ان يحصل لخبطه ونلعب على السكند بول. بس الجون جه بطريقه مختلفه، وهي ان احنا في الزحمه لا، هي الكره هتتلعب بره الزحمه، وفان دي بيرج هيسحب نفسه.
من قدام جابرييل ويلمس الكره يلمس. بسرعه قبل جابرييل وعملها. يعني هو عمل في جابرييل اللي جابرييل بيعمله في الناس، حلو. وراحت على البعيده اللي هو الخطه بقى المتفق عليها ان احنا هنلعب على السكند بول، وراحت للويس بوتر وحطها حلوه جدا. طب السؤال اللي يعني اللي هيفضل يتقال كل ما ارسنال يقع، كل ما ارسنال يجي له تروكه، هو ارسنال هياخد الدوري في الاخر؟ الموضوع كله معتمد على جوارديولا. مانشستر سيتي. صح. الموضوع غريب جدا. مانشستر سيتي هو اللي عامل المشكله دي. في ظروف طبيعيه مانشستر سيتي المفروض كان يبقى اول الدوري دلوقتي. في ظروف طبيعيه كان المفروض يكسب 19 ماتش ورا بعض ويجيب ال 100 نقطه. هو المفروض يعمل كده فعلا، هو عنده سكواد يعمل كده. بس السنه دي الدنيا اختلفت شويتين على جوارديولا. الموضوع بقى فيزيكال زياده عن اللزوم، و لونج بولز زياده عن اللزوم، حاجات جوارديولا مش متعود عليها. جوارديولا ما بيحبهاش. كان بيعرف يتصرف معاها قبل كده. دلوقتي برضو السنه دي عنده اصابات، روبن دياز اتصاب كتير قوي، وجوارديول مصاب ومطول. صفقه جوهي مهمه قوي. وطبعا جوهي صفقه جامده جدا. ورودري مش هو رودري لسه برضو ما جابش ربع مستواه بالنسبه لي. تقيل جدا في اللف، وده منطقي جدا مع اصابه زي اللي هو اتصابها. فسيتي الموضوع كله في ايده. سيتي لو كسب، المشكله ان سيتي هو اللي بيقع، يعني سيتي هو اللي بيقع بجد. وماتشات سهله، المفروض ماتشات عبيطه. وحتى لما بيكسب بقى لهم فتره، يعني يا اما بيكسب هدوس على وش الفرقه، يا اما انا هكسب وانا ما استحقش اكسب. صح. فتحس كده ان سيتي لا، يعني مش واثق فيهم قوي الصراحه. مش منظر، بص بصراحه هو مش منظر فريق برضه ياخد الدوري. يعني احنا بنتكلم على ارسنال، مش منظر فريق ياخد الدوري بالنسبه لي. ارسنال سوليد اكتر بكتير قوي. ما زال ارسنال هو اكتر فريق واقف على رجله بمشاكله، بهجومه اللي ما بيهاجمش، بلعيبته اللي نسيت يعني ايه كوره كرييتيف، بكل حاجه. انا اتفق معاك كده يعني كده اتفق معاك في الموضوع ده. كفايه كده ارسنال. خش بقى اللي حصل امبارح. انا مش فاهم. محدش فاهم. هي عارف اللي هو احنا كنا متوقعين ان ارسنال ممكن يجي في ماتشات يبقى عنده عقم هجومي ومشاكل ومش عارف اجيب اجوان. فبرشلونه هم احنا برضو مستنيين نفس الموضوع، ان هو الماتش اللي هتلاقي فرقه بتخلص. يعني انت كل ماتش برشلونه بيروح عليهم على الاقل 3-4 فرص خلاص. بس هي المشكله ان هو ساعات بيطلع كلين شيت على فكره، يبقى جاي عليه اكس جي 2 وهو ما بيدخلش فيه جوان. بس اللي حصل امبارح لا. انا شايف ان سيميوني امبارح كان ذكي في شويه حاجات. منهم ان انت لو لاحظت ان في كل الاجوان او في كل الكور الخطره اللي اتلتيكو عملوها، سواء ان انت بتلعب الكره في ظهر بلدي او بتلعبها في ظهر كوندي وجوليانو بسرعته او لوكمان بسرعته. جوليانو ولوكمان لو لاحظت هتلاقي ان هم بيلعبوا الكره بسرعه جدا من مجرد ان هو يروح. هو مش واخد الوقت ان انا هاخد الكره ولسه اروح بيها لحد 18 عشان اشوف مين جوه. لا، هو عارف ان في واحد جاهز جوه مستنيه عشان هم متدربين عليها كويس قوي. الجون الثالث بالذات اللي هو الفاريز اداه لوكمان على طول، راح هو الجون ده تحفه. الدنيا سريعه قوي، واعتقد ان دي كانت تعليمات واضحه قوي. لو بصيت حتى في الهايلايتس بعيد عن الاجوان هتلاقي ان كل الكور اللي بتروح على الوينج ده او الوينج ده، الوينج ما بياخدش وقت ان هو يمشي بالكوره. فاهمك. انا هلعب بسرعه عشان انا عارف ان هو كده في مساحه ورا. انا عارف، وانا عارف ان جريزمان راح، وعارف ان الفاريز راح، وعارف ان لوكمان راح، ايا كان مين راح. انا عارف ان انا لما هباصي الكوره دي من غير مغمض او سوري على المغمض، انا عارف ان انا هلاقي حد مستنيني عشان احنا متمرنين عليها كده. وهي دي الفكره، ان انت برشلونه لو كسرت الاوفسايد تراب بتاعه، ايه هو الكي بتاع برشلونه في الدفاع؟ ان الدفاع سريع شويه، مش سريع قوي، سريع شويه، فبيقدر ان هو يريكفر بسرعه. فلما الوينج بياخد الزقتين 3 بيبقى كوبارسي رجع، وبيبقى كمان الحارس عنده فرصه ان هو يسويب يطلع اكتر، ان هو يقفل الكروس او يعمل كده. لكن امبارح سيميوني الحته دي هي اللي كانت افكتيف قوي في ان هو يخلص الفرصه اللي جات له. عشان انت بتقول ان كده كده فرص بتيجي على برشلونه. هي كده بتيجي. الفرق ان سيميوني عارف يخلص الفرص علشان كان في انجاز. على فكره برضه هو كواليتي. الكره هتروح لي هنجز بالظبط. بس جوليانو لعيب مش كواليتي، يعني جوليانو لعيب في الاخر موظف. كده ف ده على فكره جوليانو اكتر لعيب اداني ايحاء انها تعليمات، لان ده مش طريقه بتاع جوليانو لعيب خط اكتر، بياخد الكوره وفي الاخر يا اما بيرفعها يا اما بيرجعها عشان نستحوذ والكلام ده. جوليانو امبارح بمجرد ما الكوره بتتلعب في ظهر بالدي هو على طول بيدي الباص، هو بالكتير زقه وعلى طول الباص على طول، صح، عشان ولا الجون يلحق ولا الدفاع يرجع، وانت عارف ان لعيبتك مستنياك. وعلى فكره جون جريزمان
وجون الفاريز، الاثنين شبه بعض جدا جدا بنفس الطريقه بالظبط. على فكره انا حتى ممكن اقول لك جون لوكمان كمان شبههم. جون لوكمان برضو شبههم. هو نفس اللعبه اللي بتتلعب على برشلونه. يعني احنا فاكر لما كنا بنتكلم على برشلونه اللي هو اللعبه اللي هنروح على الوينج، كره هتتلعب ورا الباكات، فهتتلعب في النص الراجل اللي بيقطع يضرب الخط. هي نفس اللعبه دي. اللعبه الاولانيه. اللعبه الثانيه اللي هو فيه الدبل رن، اللي اسمه دبل رن، اللي هو فيه 2 لعيبه واحد ورا الثاني عشان اللي بعد. هو اللعبتين دول بيتلعبوا برشلونه مثلا 7 8 ماتشات كل ماتش. هو كتاب. هو احنا لو خدنا هجوم برشلونه حطيناه في دفاع ارسنال، وخدنا بدل فليك وارتيتا حطينا واحد وسطي كده زي كلوب مثلا، خلاص احنا كده هنلاقي الدنيا مرعبه. ما طبيعي يعني. هنقفل. بس يعني انت كويس. انت حته فليك دي، هل برشلونه هي مشكلته في طريقه اللعب ولا في كواليتي اللعيبه؟ انا لسه كنت بسال نفسي السؤال ده، سؤال محير على فكره. يعني فليك دلوقتي، خد يا فليك 300 مليون دولار، اشتري اللي انت عايزه. ايه اللي ممكن يطوره وما يخليش دفاع بالمنظر ده؟ صعب. يعني انت كده كده بالطريقه دي هتستقبل فرص مهما كانت الكواليتي اللي عندك. ممكن هتعلي ليفل، هتعلي ليفل شويه، وهتستقبل اجوان اقل وتستقبل هجمات اقل، بس ستيل هيفضل عندك لان هو بينتحر. هو كده بينتحر، بس هو كده مش هياخد 300 مليون يعني. فخليه هو ده المتاح اللي هو فيه. بس انا بتكلم هو ايه. يعني هتيجي تبص على خط دفاع برشلونه، في كوبارسي. يعني كوبارسي لعيب لسه صغير، بس هو احنا عارفين الكواليتي عامله ازاي. كوندي نفس الكلام، كوندي كويس. بالدي لعيب اللي هو مناسب للطريقه اللي بتلعب بيها، لعيب سريع، لعيب عنده مشاكل في الحته الثانيه، بس هو لعيب اللي انت عايزه. هو ممكن المشكله في اللي جنب كوبارسي اللي هو إيريك جارسيا اللي هو. بس كوبارسي واقع السنه دي. كوبارسي واقع ماشي اوكي، بس المفروض احنا عارفين كواليتي كوبارسي. ما انا عايز بقى بمناسبه ان كوبارسي واقع السنه دي واحنا عارفين كواليتي كوبارسي، فانا بحط نفسي مكان المدافع اللي جاي برشلونه. هنفترض ان انت رحت النهارده تجيب مدافع اللي انت بتحلم بيه، اللي هو لسه ما اعرفش هو مين، ومفيش حد اساسا يقدر يلعب في الطريقه دي انا شايفه قدامي الا لو غير شلوتر بيك. اعتقد شلوتر بيك حتى برضو مش سريع قوي يعني. هنفترض انك لقيت المدافع ده. هل انا كمدافع ممكن اوافق العب؟ طبعا اي حد يوافق يلعب في برشلونه بالطريقه دي. هل بقى في مدافع هيرضى يوافق انه يلعب بالطريقه دي، ينتحر كل ماتش، اللي هي ممكن تخلي منظره زي الزفت، تلبسه طرد، ترقيصه، بلوى؟ جزء من سوء مستوى كوبارسي بالنسبه لي هو الطريقه مهلكه جدا على انك تفضل كونسيستنت بيها طول الموسم. ومش بس طول الموسم، هو فليك لو كسبان 1-0 وفاضل 20 ثانيه هعمل الاوفسايد تراب. انت عارف انا الفكره في ايه؟ ان انا بالنسبه لي انا زعلان، مش عشان انا كده بحب فليك طبيعي، بس هي الكوره نفسها انا مستمتع. فانا زعلان ان هو في الاخر هو مضطر عشان يظبط الدنيا، فهو مضطر ان هو يستغنى عن حته بتخلينا نشوف ماتشات حلوه قوي. يعني الطريقه اللي بيلعب بيها فليك ممتعه جدا لاي حد ما بيشجعش برشلونه. يعني انا دايما بقول بالزبط. ان الطريقه دي حلوه جدا. انا مبسوط اي ماتش فيه برشلونه انا قاعد متكيف. برشلونه بتلعب الباسيتي الماتش ده، انا بشجع برشلونه ما اقدرش. موضوع مهلك جدا على اعصابي. وفكره انا عارف جمهور برشلونه بيحب فليك جدا. هو هنقول مش قوي على فكره، ابتدوا يعني طبيعي هي دي الفكره. يعني ابتدوا عندهم حته اللي هو احنا خلاص اتبسطنا قوي، والكره اللي احنا كنا مفتقدينها انا عايز اكسب. بس انت لو حبيت ترجع بقى تلعب الكره اللي تكسبك، انا ما اعتقدش ان انت هترجع لايام زمان. انا شايف كده. يعني انت هتمشي فليك، هتجيب بقى مدرب يلعبك اللعب اللي هو يتلعب على بطولات، صعب. هو انت وصلت لمرحله باللعيبه اللي عندك، بالصفقات اللي عندك، بنقص الفلوس، بنقص الموارد، ان انت هتلعب اللعب عارف ارسنال بتاع ارسن فينجر، اللي هو انا هلعب حلو، البطوله جت انت وحظك، او الانجاز جه انت وحظك، ما جاش هو ده وضع طبيعي اللي انت ده اللي متاح. هي برشلونه في الفيز دي دلوقتي. انا شايفها كده بصراحه. اللي هو احنا بنتفرج على كوره. لو بصيت على الفرق اللي زيهم، لا هو في فرق كبير. يعني حتى لو اتكلمنا مين احسن 3 فرق بيقدموا كوره في اوروبا، كوره انت بالنسبه لك هيبقى كوره يعني كوره انت هتتبسط، انت مبسوط بتبسط. بايرن، برشلونه، بي اس جي مثلا. بس بالظبط هم ال3 اللي في بالي. بس انت لو جيت بصيت على الفرقتين التانيين، اولا كواليتي مختلف،
ودي الحته اللي كنت بتكلم فيها. فلوس تانية فليك خالص. لو فليك بقى معاه 300 مليون هنلاقي اختلاف. اكيد هنلاقي اختلاف. ولكن انا بقى شايف ان انريكي وكومباني هم عارفين يلاقوا الحته اللي هي ايه، التوازن. ان انا ازاي اقدم كوره كويسه بس في نفس الوقت انا مش معرض ان انا كل ماتش يخش فيها 3 4 اجوان. صح. مش منطقي، وفي دوري مش جامد. مع ان باريس وبايرن عندهم مشاكل دفاعيه. طبيعي، ما هو انت يا كده يا كده. الكوره للاسف ما فيهاش وسط، انت بتعدل حاجه بتخسر حاجه تانية قصادها، بتحاول تبالانس. بس الاكستريم ده الموضوع بالنسبه انا لو بشجع برشلونه هيبقى موضوع مرهق جدا. وانا لما هانز فليك كان في بايرن الموضوع كان مرهق، برغم ان هو على فكره كانت افكاره مش اكستريم كده. هي كان لسه هو الراجل كان لسه. وبعدين برشلونه هو جاي على فرقه خسرانه تقريبا كل حاجه، عنده فرصه ان هو يجرب بس تصبر عليه، وعنده لعيبه توافق انها تجرب ويبقى يعني انت بتشكل. انت من الاخر انت عندك لعيبه كلهم تقريبا صغيرين، صح، حاطط عليهم كام لعيب كده بس كبير، تكمله هيسمعوا الكلام هينفذوا. تنفيذ اسهل لما تبقى انت برضو مش نجم وكده. فعشان كده بقول لك حته ان هو لو جايب لعيبه هتسهل الدنيا هتبقى احسن كده. بس برضو مش حاسس انك هتعرف تاخد الكواليتي كلها من اللعيب. يعني ممكن يبقى لعيب جامد قوي دفاعيا في حته معينه بس انت مش عارف تستغلها عشان انت ظلمته. بمناسبه الكواليتي دي، انا في احصائيه كده عملتها وانا اللي عاملها. انا دخلت شفت ماتشات برشلونه كلها خلاص. برشلونه السنه دي وقع في 8 ماتشات. وقع بمعنى تعادل او خسر، بس في معظم الاوقات هو تقريبا تعادل ماتشين وخسر 6 في كل البطولات. تخيل مين اللعيب اللي غاب عن 7 من ال8 ماتشات دول؟ رافينيا. هي دي الفكره. ولعيب زي رافينيا هو اهم لعيب في برشلونه، اهم لعيب في الضغط، اهم لعيب في الفينش، اهم لعيب في ان هو افكتيف على الجون. رافينيا احسن شادو سترايكر في العالم النهارده. مش ممكن، مرعب، بيعمل كل حاجه، مرعب. فهي دي مثلا واحد لعيب زي رافينيا بيقع السيستم عندك بيبوظ، بيضرب ده هجوميا ودفاعيا، في مشكله. النقطه الفرقه اللي زي دي، يعني انت عندنا مثلا في بايرن لويس دياز بيغيب، مع ان لويس دياز مش هو نجم الفرقه، بس لويس دياز بيغيب فالضغط بيتاثر. بس شكل الملعب كله بيختلف. انت مضطر تلعب بطريقه مختلفه تماما، مضطر تشوف حلول تانية غير الطبيعي بتاعك. فهي دي الفكره. هو جاب راشفورد مش نفس الطريقه، مش نفس البروفايل. فانت لو عندك كذا حد بقى زي رافينيا مهاجم بدل ليفا، مهاجم صح اجريسيف اكتر، الموضوع هيختلف شويه. انا شايف انه هيختلف شويه، مع ان انا لازم احط في بالي ان هو في مشاكل دفاعيه كده السبب فيها هانز فليك. انا متخيل ان برشلونه ده لو جم لعبوا في البريمير ليج يعني هيعيطوا. ضغط بقى ما ضغط، انت تعالى بقى يا حبيبي كده، الخناقه دي وريني هتعمل فيها ايه، الكره العاليه دي وريني هتعمل فيها ايه، الكورنر ده هتعمل فيه ايه. يا نهار اسود. دلوقتي الفرق اساسا بتبلاي فور كورنرز، بلاي فور فري كيكس، بلاي فور ثرو انز. يعني عايز اقول لك ان ماتش ليفربول وبرنتفورد اللي فات اوفسايد، يعني اوفسايد على جاكبو مثلا، فحارس المرمى بيلعب الكره اوفسايد من ال18 بتاعته. ايوه عادي. السنتر باكين بتوع برنتفورد في منطقه الجزاء هناك. ده اوفسايد يا جماعه. ما تقفروش قوي كده يعني. ساندرلاند تقريبا الدور الاول جابوا في ارسنال حاجه كده، حاجه كوره طويله مش عارف، حاجه يعني صعبه جدا من بعيد، من ضربه مرمى هنودي السنتر باكين هناك ليه يا جماعه؟ صعب قوي. على فكره انا بالنسبه لي الدوري الانجليزي قريب جدا يبقى فيه مشاكل، بس دي عايزه حلقه طويله كان نرغي فيها. هيلاقوا لها بقى حل يعني. بس المهم ان لو برشلونه راح هناك هيتهزق جامد يعني. هيتهزق. قصدي حتى لو انت عندك مهاجم ضغط، بس اسبانيا قررت انها تعمل حاجه كده فيها لعب، يعني ضرب برشلونه مش صعب. بس برشلونه السنه دي لعب نيوكاسل اللي هو من اصعب الفرق في الضغط في الدوري الانجليزي. المفروض مش السنه دي، مش يعني هو لعبه في اول السنه، مش السنه هو السنه دي مستواه قل، بس الموضوع كان سهل يعني جدا. نيوكاسل ما جالهمش ولا فتره قلنا ان نيوكاسل فاقوا السنه دي لا، بس احنا شفنا الضغط السنه اللي فاتت كان عامل ازاي بتاع نيوكاسل، يعني حاجه مرعبه. كانت فرقه تقيله، فرقه تقيله جدا. بس الماتش كان سهل قوي بس هيفضل برشلونه. انا شايف انه هيفضل برشلونه عندهم نفس المشاكل، لسه الشامبيونز داخله، ومأساة الانتر اعتقد انها هتتكرر تاني بالطريقه دي. لان مش طبيعي ان انت طبيعي يعني اللي حصل بقى في السنه اللي فاتت لجماهير برشلونه. انا شايف ان هي بتصيح عليه لحد دلوقتي. لا هو فليك السبب فيه 100%. فليك كان ممكن يكسب تشامبيونز ليج السنه اللي فاتت عادي جدا بسهوله جدا.
يعني هو لو قرر يدافع اخر 10 دقايق بس، مش 10 دقايق، اخر دقيقتين. اخر دقيقتين بالظبط. لو قرر ان هو يدافع اخر هو دقيقتين. انا التغيير ده ما بيفرقش دماغي ان ليفاندوفسكي بينزل في الدقيقه 93 وانت كسبان وعايز تضيع وقت، يعني عامل تغيير ضيع بيه وقت. طب ما تنزل مدافع، العقليه الالمانيه، ما تنزل مدافع العقليه يابا. الالمانيه. يا حبيبي نزل مدافع، نزل ليفاندوفسكي تعمل بيه ايه فاضل دقيقتين يعني. هو غريب. هو غريب، هو غريب، لا غريب جدا. غريب ومشكلة انه عين جدا، جدا. ما بيغيرش، اه ما فيش يعني. ف يعني سياح برشلونه هيستمر اعتقد الى لحد ما يلاقوا حل، اشعار اخر. لا اشعار اخر بالظبط. دلوقتي مع فقره الديك الذهبي عندنا مرشحين من برشلونه الاثنين، جارسيا الحارس وايريك جارسيا، وفي ارسنال في مارتينيلي اللي جمهور ارسنال مش طايقه من امبارح عشان الكره اللي ضيعها في اخر ثانيه كانت ممكن تجيب لهم الثلاث نقط الحرام اللي بيجيبوهم كتير. ف وفي طبعا فليك شايل 4 حلوه يعني. فتدي الديك الذهبي لمين؟ لا هو في اللي انت قلتهم دول كلهم انا اعتقد اللي يستحقها عن جداره وهانز فليك كده كده. وانا كمان اعتقد ان احنا هنتفق الصراحه يعني. لا هو الجايزه عشان هو اللي هيشيل الليله الصراحه، هو اللي يشيل الليله ويستحق ان هو يشيل الليله. وهو لو في حد مفروض من برشلونه يصيح فهو بسببه، ان هو الماتش اللي فات لا هو 4 كتير ومع الرأفة. مع الرأفه بالظبط. اتلتيكو ضايعين كورتين 3، في واحده من جوه الجون سورلوس ضيعها، وفي واحده زي بتاعت بالمر كده في ماتش ليدز. صح يعني سيميوني اصلا يعني انا نفسي اديله الجايزه وهو كسبان، لان هو كان عنده فرصه ان هو يكسب مكسب تاريخي. هم ضيعوا بعد ما سورلوس نزل ومش عارف مين نزل، بس هو لو فضل مثلا بلوكمان والفاريز قدام لا الماتش ده كان هيخلص اكتر بكتير. هو لعب براكتيكال، انا عايز 4-0 في الذهاب للاسف، مش عايز اتعب في العوده. نتمنى يتعب عشان نشوف ماتش حلو. يا ريت. ما بعد كل ده ممكن يخرج على فكره. وارد جدا، يعني برشلونه ساعات بتغبي عادي. بالظبط. وسيميوني ساعات بيجيله حالات كده. انما لو بصينا على الثلاث لعيبه الباقيين اعتقد ان هو يعني ليهم مشاكل، بس حرام ان هو يشيلوا الليله. يعني مارتينيلي احنا كنا بنتكلم ان هو يعني الفرصه في الاخر صعبه. مش صعبه يعني، مش صعبه دي هتستفز جمهور ارسنال. صعبه على مارتينيلي بالظبط كده. يعني عايزه مهاجم كبير شويه. بالظبط كلهر قفلها حلو برضو يعني. يعني كلهر سد، والراجل اللي عمل استريتش في الاخر يعني مش هي دي. وبعدين انت اصلا وحش طول الماتش يعني، فما تجيش تشيل الراجل الغلبان يعني. هو مش غلبان قوي بس يعني مش ما تجيش تشيله الكوره. وايريك جارسيا يعني هو لبسوه كده جون اون جول حسب باسمه والطرد كان في الاخر. يمكن هو الوحيد، هو جارسيا الجون ان هو يعني الجول الاولاني رسمي بسبب وجون الفاريز يتشال برضو. بس يعني هي خلاص راحت منه. يعني هو بعد الجون ده خلاص كانت صعبه، يعني كان صعب قوي. بس كده، ودي كانت حلقه النهارده من صباح الصياح. ان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده، وان شاء الله يبقى في فرق جديده غير ليفربول عشان كفايه قوي كده. لن اسمح طول ما سلوت موجود في ليفربول. خلاص تمام انت حر. ماشي، سلام.